اللي قول لي يا صاحبي ايه اخبار جيش التيك توك؟ صح، انا اقول لكم ايه اخبار جيش التيك توك. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمه العربيه امبارح في الدوحه اول مره من 40 سنه يذكر كلمه العدو الاسرائيلي. تقول لي عادي، الكلمه دي عاديه جدا، ما هو فعلا عدو. هقول لك عندك حق فعلا، بس الكلمه دي بقالها كتير جدا ما اتقالتش. هتقولي طب ما هم اصلا عاملين علاقات سياسيه واقتصاديه مع بعض. اقول لك صديقي، انت عايم في ميه البطيخ وانا مشفق على حالتك. بعد ما الرئيس السادات راح الكنيسه الاسرائيلي وقال كده بالنص ان هو عاوز يفرض السلام في المنطقه، مضى بنفسه معاهده السلام مع اسرائيل واللي كان من ضمنها بنود كتير. البنود دي كلها ما شاء الله كلها اتخلفت بلا استثناء. اخر البنود دي ان تل ابيب دلوقتي ما فيهاش سفير مصري ومصر ما فيهاش سفير اسرائيلي. كده علاقاتك السياسيه والدبلوماسيه اتقطعت بالكيان. رئيس السيسي في القمه العربيه عرض على امير الدوحه الحمايه المصريه، لكن امير الدوحه رفض الحمايه دي. مصر قالت ان مصر مش زي قطر، وان اي سلاح طيران هيخش يضرب الاراضي المصريه احنا هنرد بنفسنا على الاعتداء ده ومش هنلجا للمجتمع الدولي. كلمه قالتها ست الله يرحمها زمان ان القوي محدش بياكل لقمته.